بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة أكلة الملوخية بالأرانب. أنا عارفة إن مش كل الناس بتحب تاكلها، بس أنا هعملها بطريقة النهاردة هتخليكي تاكليها وما تبقيش قرفانة منها ومش هيبقى فيها أي زفارة. أنا هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا بصلة مبشورة. على فكرة الخلطة ديت أنا بتبعها في الفراخ اللي بشيلها في الفريزر، تبقى متبلة جاهزة على السلقة على طول أو على الطبيخ. عندي ليمونتين كبار معصورين، عليهم رشة فلفل اسود ورشة كزبرة ناشفة ورشة كبيبة صيني وذرة جوز الطيب وحبة حبهان بودرة مطحونين وذرة ملح. انا مش هملحها قوي دلوقتي، انا هقلب بس الخلطة دي كويس. هنا الارانب مغسولة كويس جدا بالملح والخل والدقيق. انا هحطها في التتبيلة، هسيبها في التتبيلة ديت. يعني بالنسبة لك لو مستعجلة عليها ساعتين 3، بس انا بحب ابيتها في الخلطة دي تبقى من بالليل للصبح. وساعات كمان لما بجيب حاجات الشهر بعمل بكمية وبسيبها في الفريزر متبلة جاهزة، بتبقى طعمها تحفة ومتنغنغة جدا. الميزة في الخلطة دي انها بتخلي اللحم بتاعها متطعم وبتنكهلي الشوربة، بتخلي بجد طعمها حلو جدا وتحفة يعني. انا هسيبها بقى كده في التتبيلة وبعد كده نكمل بقية الخطوات. دلوقتي الارنب قعد في التتبيله زي ما قلت لكم ليله كامله. انا هنا مجهزه معلقه سمنه وعليها فصين مستكه، هنزل بيها كده بس تتشوح على الجنبين. ما انتوا شايفين انا اديتها صدمه من الجنبين. هنزل بجزره وبصله وورق لورا وحبهان ورشه فلفل اسود وكمان بقيه الصوص اللي انا كنت نقعاها فيها، وهحط لها بقى ميه سخنه واسيبها تغلي. وبعد كده اهدي عليها النار تكمل سواها واظبط الملح بتاعتها. ولما تستوي هاخد من الشوربه ديت، بس هصفيها طبعا من البصل والحاجات اللي عندي في حله عشان اعمل فيها الملوخيه. عندي الارانب استوت ونشلتها من الشوربه وطبعا صفيتها. وعندي هنا ملوخيه خضراء خرطتها ناعم علشان ما تسقطش مني. هفككها كده. انا مش حاطه للشوربه اي اضافات علشان انا مكتفيه بالبهارات اللي انا حطيتها وانا بسلق الارنب. المكون اللي انا هحطه بس هحط معلقه صغيره بيكربوناتو علشان تفضل محتفظه بالخضار بتاع الملوخيه. والشوربه عندي مش سخنه قوي ومش بتغلي، انا مديها فرصه بس علشان الملوخيه تسخن مع الشوربه. وفي اثناء ديت انا حاطه زيت على النار عشان احمر الارانب. بس ما الملوخيه تجهز عندي بالطشه، عندي هنا حوالي نص معلقه صغيره توم مفروم وعليها قرن فلفل اخضر. انا مجهزاه يعني علشان الطشه. هاخد منها حبه نيين كده احطهم، هتنكهلي الشوربه مع الملوخيه. في الاثناء دي بقى نبتدي نقلي الارنب ونعمل الطشه بتاعه الملوخيه. الزيت عندي قدح، هنزل بيها بسم الله. انا عايزه اقول لكم طعم الشوربه والارانب بجد ريحتها تحفه. على بال ما تتحمر بقى نعمل التقليه. عندي هنا معلقه توم كبيره مفرومه وقرن فلفل اللي انا خدت منهم حبه عشان احطهم على الملوخيه، ومعلقه سمنه على زيت وفيهم فص مستكه. انا هسيبهم يتحمروا شويه، انا مش هحط الكزبره دلوقتي عشان ما تتحرقش مني. عند ما التوم يبتدي ياخد لون هنزل بالكزبره عشان ما تمررش. الارانب عندي ابتدت تاخد لون، هطلعها خلاص. وكمان طشه التومه ابتدت تدخل في اللون، هبتدي بقى انزل الكزبره دلوقتي. التقليه عندي كده خدت اللون المطلوب، هطفي عليها بقى ابتدي اسقطها على الملوخيه. ابتدي بقى اسقطها بسم الله. هاخد بس كبشه كده عشان تنزل كل حاجه فيها. انا مش محتاجه اكتر من كده. هي كمان عندي الملوخيه تقريبا خدت بدايه الغلوه، هطفي عليها بقى خلاص. بصوا سمكها، عايزه اقول لكم طعمها وريحتها قلب البيت. انا هطفي عليها بقى خلاص ونبتدي نغرف، تبقى جاهزه على الاكل.
ده شكلها النهائي بعد ما غرفته. انا عايزه اقول لكم ان انا طبعا ظبطت الملح بتاعها. اتمنى ان انتوا تجربوها. للناس اللي ما بتاكلش الارانب هتجربوها بالطريقه دي، بجد هتعجبكم جدا ومش هتبطلوا ان انتوا تاكلوها. يا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.